السلام عليكم. ازاي تقدر تحل مشكله الواي فاي لو الواي فاي عندك ما بيغطيش المكان كله؟ لو انت مثلا بتستخدم الواي فاي في البيت او في اي مكان وبيفصل منك علشان الاشاره في المكان اللي انت فيه ده مش قويه، او محتاج انك تخلي الواي فاي يشتغل معاك في مساحه اكبر، او مثلا انت قاعد في الدور الرابع ومحتاج انك توصل واي فاي من اللي قاعد في الدور الاول، كل ده تقدر تعمله باستخدام جهاز تي بي لينك 840. الجهاز ده هتلاقي سعره 350 جنيه، ما يزيدش عن كده. لما بنفتح العلبه بتاعته هتلاقي موجود في العلبه الجهاز، وموجود برضو كذا كتالوج كده يعتبر ملهمش لازمه، موجود عندك الادابتور اللي بيشغله، وموجود هنا الكابل اللي لو عايز توصل الجهاز والكمبيوتر ببعض. ليه انا قلت عليه ان هو جهاز وما قلتش عليه ان هو اكسس بوينت او راوتر؟ لان هو بيشتغل كاكسس بوينت وبيشتغل برده كراوتر، حسب ما انت محتاج انك تستخدمه بتخليه اكسس بوينت او بتخليه راوتر. لو بصيت على ظهر الراوتر هتلاقي موجود ورقه بيبقى مكتوب فيها اليوزر نيم والباسورد بتوع صفحه الراوتر، وكمان اسم الوايرلس والباسورد اللي بيكونوا معمولين افتراضي. هعرفك ازاي دلوقتي تقدر تستخدم الجهاز ده انك تخليه اكسس بوينت او انك تخليه نقطه اتصال علشان توسع لك مدى الواي فاي. هنفترض ان ده الراوتر اللي موجود عندك في البيت وانت محتاج توصل الجهاز على الراوتر. لو انت عندك كمبيوتر او لابتوب هتقدر توصل الجهاز بالكمبيوتر او اللابتوب عن طريق الكابل اللي بيبقى جاي في العلبه. لو انت ما عندكش كمبيوتر او لابتوب تقدر تستخدم الموبايل، وعلشان تعرف تستخدم الموبايل هتحتاج انك تعرف الاسم والباسورد اللي موجودين على ظهر الجهاز ده. وانا هنا هستخدم اللابتوب وهوصل الجهاز باللابتوب عن طريق الواي فاي. انا في اللابتوب هفتح الواي فاي واشوف الشبكات اللي ظاهره عندي. لما بلاقي اسم الجهاز بختاره، بعمل كونكت، وبعد كده بدخل الباسورد، وطبعا الباسورد هتلاقيه موجود مع الاسم اللي موجودين في الورقه اللي في ظهر الجهاز. بعد ما بكتب الباسورد وبتاكد ان انا كتبته صح هلاقي ان اللابتوب بقى متصل بالجهاز. والطريقه دي برضو تنفعك وانت بتستخدم الموبايل. هحتاج ان انا افتح صفحه ويب من اي متصفح موجود عندي، وادخل على شريط البحث واكتب 192.168.1.0.1، وبعد كده بضغط انتر. وبعد ما بضغط انتر بتلاقيه دخلك على الصفحه بتاعه الجهاز. في صفحه الجهاز هتلاقيه طالب منك اليوزر نيم والباسورد اللي بتلاقيهم موجودين في الورقه اللي قلنا عليها، واللي غالبا بيكونوا ادمن. بعد ما بتدخل اليوزر نيم والباسورد هيدخلك على الجهاز، وهتلاقي ظاهر عندك الكويك سيت اب. هتضغط نيكست، وبعد ما بتضغط نيكست هيخيرك ان هو يشتغل معاك وايرلس راوتر او دبليو اي اس بي او اكسس بوينت او رينج اكستندر. لو انت واخد سلك نت من عند حد او واحد عنده راوتر ومديلك سلك نت وانت عايز تشغل سلك النت ده على اي حاجه توزع لك واي فاي، هتحتاج انك تختار اكسس بوينت. بعد ما تختار اكسس بوينت وتضغط نيكست هيظهر لك الاسم والباسورد اللي بيكونوا افتراضيين للجهاز ده. تقدر تغير الاسم والباسورد زي ما انت حابب، وبعد ما بتغيرهم بتضغط نيكست، وبعد كده بتضغط نيكست وبتنزل شويه وتضغط فينيش. بعد ما بتضغط فينيش بيحصل تهيئه للجهاز. لو حبيت مثلا انك تخلي اسم الواي فاي مخفي هتدخل على الجهاز بنفس الطريقه اللي دخلنا بيها، وبعد ما بتدخل تاني على صفحه الجهاز هتلاقي عندك وايرلس، هتضغط عليها هيظهر لك في الاخر كده بعد ما ضغطت على كلمه وايرلس حاجه متعلمه بالازرق مكتوب عليها enable SSID broadcast. هتضغط عليها وتشيل العلامه الزرقاء، وبعد كده تضغط سيف. بعد ما بتضغط سيف بيبقى اسم الشبكه عندك مخفي. الطريقه اللي احنا عملناها دي لو انت هتستخدم الجهاز ده كاكسس بوينت وتوصله بالراوتر عن طريق السلك. تقدر برضو انك توصل الجهاز ده بالراوتر من غير سلك، وده عن طريق لما صفحه الجهاز بتبقى فاتحه معاك ومديلك الكويك سيت اب وبتضغط نيكست، وبعد ما بتضغط نيكست بدل ما بتخليها اكسس بوينت بتخليها رينج اكستندر. وبعد ما تضغط نيكست هتلاقي ان الجهاز عمال يبحث عن الشبكات اللي موجوده. لو الشبكه بتاعتك مخفيه حاول تخلي الجهاز قريب جدا للراوتر، علشان الراوتر لو معمول مخفي مش هيبقى ظاهر. واول حاجه تبقى اخترتها تبقى الراوتر فعلا. هتضغط عليها كونكت، وبعد ما بتعمل كونكت هتحتاج انك تدخل الاسم بتاع الراوتر اللي موجود عندك، وبعد ما بتدخل الاسم هتدخل الباسورد. بعد ما بتدخل الاسم والباسورد بيبقى عندك خيار انك ممكن تغير الاسم وتخلي الجهاز ده ليه اسم لوحده، او انك تخلي الجهاز ده كموزع لنفس الاسم بتاع الراوتر. ومن الافضل انك تخلي الجهاز على نفس الاسم بتاع الراوتر. وبعد كده بتضغط نيكست وتضغط نيكست تاني، وبعد كده تنزل شويه وتضغط فينيش. بيبدأ يحصل تهيئة، وبعد لما بيحصل التهيئة دي اللمبة دي المفروض اللون بتاعها بيتحول علشان تتأكد ان هو كده شغال مع الراوتر للون الاخضر. لو بصيت على اللمبة دي دلوقتي هتلاقي فعلا اللون بتاعها اتغير وبقى اللون الاخضر، ده معناه ان هو شغال على الراوتر. تقدر بالطريقة دي من غير ما تحرك الراوتر من مكانه انك تاخد الجهاز معاك في المكان اللي بيكون فيه الواي فاي واصل لك من الراوتر ضعيف والجهاز يشتغل معاك. وعلشان تعرف ان هو شغال هتلاقي اللمبة دي شغالة باللون الاخضر. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات.